سلام الله عليكم متتبعين قناة مواهب أرملة. الخبر الجديد هو إيقاف المتهمة اللي كتبلغ من العمر 17 سنة. كل الناس كانوا كيقولوا لا ما يمكنش، خصنا تنشوفوا الأخبار، خصنا تنشوفوا هذه. فإذا بي ملي كندخلوا وكنقلب وكنتصفح بعض المواقع كنلقى مجلة أشكاين حتى خبر عاجل اليوم مع الخمسة الرب، ومن بعد كتقول تطورات مثيرة في قضية مقتل طالب طنجة، والملف يحال على قاضي التحقيق، وكيبقى دائما محل شكوك إلى غاية ما يعطي قاضي التحقيق الكلمة الأخيرة. والمفاد ديال البلاغ كان سردت المتهمة القاصر في قضية مقتل الطالب أنور في مدينة طنجة تفاصيل الجريمة خلال متولها منذ قليل من زوال اليوم الخميس أمام أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، بعد إحالتها من طرف عناصر الشرطة المكلفة بالتحقيق بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة. وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة أشكين من مصدرها، فقد صحت المتهمة القاصر أنها زارت الهالك الذي تعرفت عليه عبر المواقع التواصل، زارته بالشقة التي يكتريها بمنطقة مسنانة بعد إلحاح منه، وذلك يوم الجمعة 4 نوفمبر قبيل صلاة الظهر. وأفادت المصادر أن الهالك ترك المتهمة التي اعترفت بقتل الهالك، يعني راه كاين الاعتراف، وذهب لصلاة الجمعة حسب أقوالها، مضيفة أن الأخير عاد للشقة، وخلال تحضيرها لوجبة الغداء بالمطبخ حاول ممارسة الجنس عليها بالقوة، يعني كاين تحرش، وأصر على ذلك برغم محاولتها الإفلات منه لتقوم بطعنه بواسطة سكين مطبخ 3 طعنات أخطرها على مستوى العنق. واستمرت المتهمة في تصريحها حسب المصادر، حيث قالت أن بعد قتلها للضحية قامت بمسح جميع البيانات من على هاتفه المحمول حتى تخفي أي صلة له بها، وقامت بعدها بالاتصال بخالها بمدينة مرتيل لتخبره بالواقعة، حيث أمرها بملاقاته فورا وإحضار أداة الجريمة، حيث قام بمساعدتها للتخلص منها وملابسها المدرجة بالدماء. وحسب المصادر فقد قدم الدفاع المتهمة شهادة طبية قديمة تثبت أن المتهمة التي تبلغ من العمر 17 سنة تعاني من اضطرابات نفسية، وهذا هو الجديد. وتجدر الإشارة أن المتهمة كانت قد صرحت بنفس التفاصيل لدى الضابطة القضائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، حيث وبعد الاستماع لها تمت إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعها سجن طنجة إلى غاية توجيه التهم لها بحضور ولي أمرها كونها قاصر. وحسب مصادرنا كما تقول جريدة أشكين أو كما كتب قدامي واللي كان استعرضوا عليك حرف بحرف، فإن المشتبه فيها تعيش في ظروف عائلية صعبة بعد انفصال والديها اللذين يعيشان خارج أرض الوطن، حيث تقطن هي رفقة خالها الموقوف أيضا على ذمة القضية بمدينة مرتيل ضواحي تطوان. هذا هو الخبر العاجل اليوم. عزاؤنا للأم ديال أنوار وكل الأصدقاء ديال أنوار وكل المعارف ديال أنوار، عزاؤنا لليوتيوبرز اللي كيعرفوه وللتيك توك اللي أصحاب التيك توك اللي تعرفوه، عزاؤنا لكل الناس، ونتمنى هذا الملف يلقى المجراه القانوني وكل واحد ياخد حقه، وحتى المتهمين ياخدوا الجزاء ديالهم. كنشكركم بزاف على المتابعة، وإلى اللقاء في جديد آخر.